things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh. السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيتكم بهذا المنتوج اللي بزاف راه داير حاله، كان استعماله في الصيف في جوي اوت هكذاك. صورت الفيديو لكن ما استعملتوش في ذيك اللحظه، ما حبيتش نتيجته ثم نعطيها لكم. بعد وقت حبيت نشارككم المنتوج هذا واش هو الفايده نتاعو، اسكو صح كيما راهم يحكوا عليه ولا لا، اسكو النتائج اللي راهم يقولوا يديرها افيكاس، كش ما يدير التهاب، كش ما عارفه. انا كيما تعرفوني بشرتي حساسه، واذا جربت عليها حاجه ونفعتني يعني صح نفعتني، راني صريحه معكم. واش نشوف النتائج تاع المنتوجات راح نقدمها لكم بكل مصداقيه. هنا هذا المنتوج كما راكم تشوفوا فيه صابون، فيه هذه العلبه هذه البولاره اللي فيها حنة بيضاء وخليط من النيلة الزرقاء، كيجي خليط كريمي. اما الخليط الابيض البواط هذيك تجي بودره، معاه ماء الورد، القاروره هذه اللي راكم تشوفوها فيها تاع ماء الورد بالنيله الزرقاء. يعني النيله الزرقاء ما يخفاكمش راهن الفوائد تاعها. ومعاها علبه الصابون هذه اللي راكم تشوفوا فيها دوكا توضح معكم مليح. هاي وراها ثاني كامل بالنيله الزرقاء. والبواط هذيك الكريمه اللي كانت شفتوها في الاول، كريمه تستعمل كمقشر ومبيض. هنا راح نوريكم بالحاجه وراح تشوفوها معايا. هذه هي الكريمه، هذه تجي كريمه عاديه تفتحيها تابليكيها على الوجه نتاعك، ولا في المناطق الداكنه، سواء في الاكواع، في الوجه، في الرقبه، في اي مكان حابه تبيضيه راح يستعمل كمقشر. اذا درتيها في الوجه بطبيعه الحال راح تغسلي وما تخرجيش بها هكذاك وديري واقي شمس. هنا راح نخلط معكم هذيك العلبه اللي سيتها على وجهي، وكانت نتيجتها هايله بزاف. يعني منتوجها مجرد ما راح تستعمليها راح تشوفي الفرق. انتي ما كيش مجبوره تشري المجموعه كامله، تقدري تشري حاجه واحده منهم تنفعك وتشوفيها على حساب السعر. كل واحده وراه كيفاه. ننصحكم ما تشروش من جماعه الاعلانات اللي يديروا توصيل. روحوا شوفوا اقرب عشاب ليكم، راح تسقى منكم اقل من 200,000. هذه هي الحاجه اللي حبيت نخبرها لكم وحبيت تستفادوا منها من الفيديو تاع اليوم. اذا المجموعه هي مجموعه ابو زياد، هذه هايله بزاف. ابو اياد عفوا. هنايا هذه المجموعه كامل جايه تحت هذا المسمى، وخاصة انها مجموعة مركبة من النيلة الزرقاء. هنا حنجي المنتوج اللي رانا نسيو فيه، درنا كمية من حسب الارشادات اللي في العلبة، طبعا تبعناهم وحسب طريقة استعمال الموضحة على الغلاف تاع العبوة. انا هذا الماسك من الحنة البيضاء والخليط اللي يجي ثاني كريمي. هنا راح نرخفه بالماء الورد تاع النيله. تقدري تشري هذيك العلبه وتستعملي فقط الماء الورد العادي اظن، اذا كنتي قد حابه تجربي. هذه الحنة البيضاء زدنا لها كميه من الكريمه اللي معها في نفس العبوه او البولاره، خلطناهم مليح نخلوهم حتى نحو ذيك الحبيبات. الحنة البيضاء عارفين بلي تصفي الوجه، تنحي البقع الداكنه، تنحي لي طاش، تنحي لي تخاس تاع الحبوب، يعني تصفي الوجه بطريقه مش طبيعيه وتبيض كذلك. اذا هذه الخلطه راح تضاعف لك لانه بالنيله كذلك، ولان عندها نفس المفعول واللي تزيلك اثار الحبوب واثار الندبات. هنايا هذا الماسك راح تخلطيه هكذا، تخليه تابليكه شوي هكذا وديريه على وجهك لغايه ما ينشف. راح تقوميه وتغسليه بالماء البارد هكذا. هذا هو الخليط تاعنا بعد ما كملتو كما راكم تشوفوا. يعني هي بزاف هايله، تقدروا تستعملوها وتقدروا تشروها بالحبه، يعني مش شرط تشري المجموعه كامله. وتقدري تستعملي نفحت لك تشري الصابون، اشري الصابون. نفحت لك تشري الكريمه فقط تستعمليها استعمال ليلي، يعني لازم تخليها الكريمه راكي لازم تخليها تنشف في الوجه. وهكذا نكونوا شفنا المنتوج تاعنا، نقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.